receta en un vídeo nuevo. Hoy vamos a preparar tortellini con ricota y espinacas. Quedaos con nosotros para ver cómo lo vamos a preparar. السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في القناه ديالي من جديد. اليوم رجعنا لكم واحد فيديو جديد، واحد الوصفه جديده ان شاء الله يا ربي الحبيب. اليوم غنعدلو طورتييني معمرين بالسابانيغ والجبن. هذا الطورتييني هي واحد بحال مكرونيس، كيجيو معمرين باللحم، اللي كيجيو معمرين بالجبن، كل وحده كيفاش تجي معمره. هذه تجي معمره بقرع. بقاو معنا باش تعرفوا كيفاش نوجدوا هذه الوصفه هذه ان شاء الله. Familia, para esta receta vamos a necesitar tortellini rellenos con ricota y espinacas. Ya ven, nata para cocinar, pimienta negra, un poquito de mantequilla tulipán que le va a dar un sabor espectacular, un poquito de sal y tenemos queso mozzarella. Tenemos aquí agua con un poquito de sal y un poquito de aceite para cocer nuestros tortellini. الوصفة هذه ان شاء الله اخوتي غنحتاجوها. نتوما كما كتشوفوا الطورتييني معمرين بالجبن والسبانخ. غنحتاجو كريمه اللي الطياب، غنحتاجو شويه الابزار، شويه الزبده. بغيت نعملها توليبان حيت غتعطيها واحد النكهه لذيذه. شويه الملح وشويه الجبن موتزاريلا. باش نطيبو الباستا ديالنا المكرونيس هادو اللي معمرين باش تفهموني، عندنا الماء، شويه الماء مع ملح وشويه الزيت. غنطيبوهم هنا ان شاء الله. Bueno, voy a echar un poquito de aceite a nuestra agua para cocer la pasta, para cocer nuestros tortellini. ثم كتشوف اخوتي عملت شويه الزيت وشويه د الملح باش نطيبو المكرونيس ديالنا اولا الطورتييني اللي كيسميوها هنا. Familia, y el tiempo de cocción siempre mirar el envase. Son 16 minutos para esos tortellinis. Cada variedad y tarda diferente. Hay algunos que suelen ser 8 minutos, la mayoría que suelen ser 8 minutos. Estos mejor cocerlos en el tiempo justo para que no se abran. Si se abren ya la cagamos. ثم كتشوفوا اخوتي هادو كيطلبوا 16 دقيقه باش يطيبوا. هانتوما كتشوفوا كل وحده وكيفاش، كاينه اللي كتجي فيها 8 دقائق وكاينه اللي 16 دقيقه. هادو من الاحسن دائما نشوفوا هنايا قبل ما تشوفوا في الباتيه ديالها قبل ما تعملوهم، حيت شويه تفتحوا صافي راه كيتسرزوا ما كيبقاوش صالحين كاع. Ya tenemos nuestra agua hirviendo, así que vamos a echar nuestros tortellini. ملي يبداو يغلاو الماء ديالنا غنعملو الطورتييني ديالنا باش يطيبو ان شاء الله. Siempre que echamos nuestra pasta al principio hay que pegar de un par de vueltas porque siempre van para abajo y si no mueven se quedan pegados. تما كتشوف اخوتي دائما فيما تجيو تعملوا مكرونيس ولا باستا ولا شعريه ولا اي حاجه بحال هيدا، دائما ملي تسيبوها حركوا واحد شويه حيتاش كيمشيو نقاع وكيلصقوا. حركوا هيدا واحد شويه. هادشي هذا واقيلا يقدر يكون تافه، بزاف الناس كيعرفوا هادشي هذا، ولكن كاين بنادم اخر اللي ما كيعرفش. En un caso aparte voy a poner 2 cucharas grandes de mantequilla y voy a dejar derretir. نتوما كتشوفوا اخوتي ابارتي في واحد شي كاسويله بحال هيدا نعمل 2 د مغارف د الزبده كبارين ونخليها تذوب. Vamos a dejar que se derrita la mantequilla. Voy a echar la nata. Ese brick contiene 200 mililitros, con 100 mililitros ya vale. نتوما كتشوفوا اخوتي عملت كريمه ديالي 100 مليلتر، غير 100 مليلتر بركه، تعملوا شي كثر. Pasados los 16 minutos ya tenemos nuestros tortellines ya hechos. Vamos a escurrir y enfriar. هانتوما كتشوفوا اخوتي دازت 16 دقيقه. الطورتيليني ديالنا ولا الباستا ديالنا هي وجدت. نحيدوها من الماء. Vamos a enfriarla un poco.
Un poquito de agua. Vamos a enfriar. Bueno, si la vamos a consumir toda ya ahora mismo, no hace falta hacerle nada. Echamos en la preparación donde la vamos a hacer y ya está. Pero si la vamos a, como solemos nosotros trabajar en el restaurante, si la vamos a conservar, hay que echarle un poquito de aceite para que se quede suelta, para que no se peguen entre ellas. Echarle un poquito de aceite y ir moviendo así un poquito, para que no se queden pegadas. هانتوما كتشوفوا اخوتي الا كنتو غتعملوها ديرتو غتعشاوها تخدموها اذا كما هي تكبوها في هذيك تكبوها مع الصلصه ديالكم اولا تكبوا عليها الصلصه ديالكم وتاكلوها. اما بحال دابا حنايا كنخدمو في الريستورانتي كنعدلوه بزاف وباش ما تلصقناش مع بعضيسنا كنكبوا لها واحد شويه د الزيت وكنبداو نحركوها هيدا باش ما تلصقش مع بعض. كنبقاو نهزو بشويه بشويه على حسب ملي كيبقاو يدخلوا الناس ويطلبوا لنا كنهزو غير على حسب ديك البلاطو اللي غنقدمو. Ya que en esa ocasión vamos a utilizarla toda, así que la voy a echar toda en mi mezcla, en mi preparación. ثم كتشوفوا اخوتي عملناها مع النطا ديالنا، عملناها مع الكريمه ديالنا ومع الزبده. Vamos moviendo un poquito. Vamos a subirle. نشعلو عليها العافية. Vamos a subirle fuego. Echamos un poquito de queso, mozzarella, así al gusto de cada uno. كما كتشوفوا اخوتي عملنا لها شوية جبن موتزاريلا. Un poquito de pimienta negra. Un poquito de sal. Probar antes de echar sal. Pues si emplean la mantequilla esa tulipán, igual sale un poquito, porque la mantequilla esa está salada. كما كتشوفوا اخوتي قبل ما تعملوا ملاح قيسوه، حيت إلا عملتو ديك الزبده توليبان راه كتكون مالحه واحد شويه باش تعرفوا. Y así ya está nuestra pasta hecha. Ahora os voy a enseñar cómo queda mi plato. También le voy a meter un toque de cilantro. ثم اخوتي غنعمل له حتى واحد شويه ما كنتش غنعملو له الحق دابا غنعملو له راه يعطيه واحد تعطينا الباستا ديالنا واحد المذاق جديد. واحد شويه عندي هنا شويه قزبر مجفف نعملو له واحد شويه. Mira qué pinta familia. هانتوما كتشوفوا اخوتي شوف على هاي كيفاش تجي. Bueno familia, voy a emplatar mi plato. Voy a echarle un poquito de queso así por encima también. Si tienen queso parmesano, mejor. Rallarlo así o queso de diazabal también queda espectacular. هانتوما خوتي عملت له واحد شويه جبن، انا عملته في البلاطو ديالي. هاي بالصحه والعافيه. Bueno, aquí tenéis el plato. Tortellini rellenos de queso y espinacas. Buen provecho. Bueno familia, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la receta.
Muchos de vosotros me imagino que ya sabéis preparar esta receta. No sé si de esta manera o de diferente manera, pero yo quería aportar mi granito de arena a la gente que todavía no sabe hacer un tortellini y hacerlo de esa manera, pues ahí dejo el vídeo. Bueno, y si te ha gustado, dejar me gusta, dejar vuestros comentarios. El que todavía no se ha abonado a mi canal, que se abone. Muchas gracias. إذا خوتي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو اليوم والحلقة اليوم، كنتمنى من الله تكون عجبتكم هاد الوصفة هادي. ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم، واللي باقي ما تابوناش يتابونا معنا، واللي عجبوه الفيديو يضغط على الاعجاب. وربي الحبيب يحفظكم، خليكم الصحة والعافية.